يلا بينا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. فيديو النهارده باذن الرحمن هيكون بتاريخ 4/7/2025. هنبدا باول حاجه زي ما اتعودنا بشاشات من البدايه في السعر وفي المقاس لاعلى حاجه. هنبدا بال 24 بوصه اي بي اس. عندي حاجات 60 هرتز، عندي 75 هرتز، وعندي 100 هرتز. نبدا بسم الله. دي اول حاجه الديل البي 2414 اتش، 24 بوصه بانل ال جي اي بي اس، دي اس ار جي بي 99% فول اتش دي 1920 على 1080 بي، دي 60 هرتز، سرعه استجابه 5 مللي. المداخل عندي ديسبلاي وعندي دي في اي وعندي فيجا، 3 مداخل، دي بدون اتش دي ام اي. دي عامله كام؟ الفرز الاول بالقاعده الاصليه بدون الكابلات دي عامله 1700 جنيه. ادي اول موديل معانا 60 هرتز. نيجي بقى للفريمليس. الفريمليس عندي 75 هرتز فعلي برضو مش اب. عندي البي 24 اتش، بي 24 اتش جي 5، دي 75 هرتز فعلي، سرعه استجابه 5 مللي، برضو بانل اي بي اس، اس ار جي بي 99%، ودي 75 فريم. المداخل اتش دي ام اي، ديسبلاي فيجا، وفيها سماعات ممتازه جدا. لو انا هشتغل بلاي ستيشن او هشتغل كمبيوتر العاب، هشتغل تلفزيون، هقدر اشغلها زي ما انا عايز. تاني الموديل بي 24 اتش جي 5. دي عامله كام؟ دي الفرز الاول بقعدتها الاصليه اللي هي دي بقى بالكابلات، دي بدون كابلات. بالكابلات هتبقى عامله 3000 جنيه بدل 3250. دي كده 75 هرتز. نيجي بقى اللي بعديها حاجه 100 هرتز. نيجي للبي 24 25 اتش، برضه 24 بوصه اي بي اس فريمليس، اس ار جي بي 99%. دي 100 هرتز فعلي مش اب تو، فول اتش دي 100 هرتز. المداخل فيها اتش دي ام اي، فيها ديسبلاي، فيها فيجا، وفيها مخرج تايب سي. ده شحن مش داتا، ده شحن مش داتا. يبقى عندي 60 هرتز، 75 هرتز، ودي عندي 100 هرتز. دي قلنا عامله 3، دي عامله 4500. الفرز الاول بالقاعده الاصليه بتاعتها مع الكابلات باور واتش دي ام اي. يبقى الفريم من غير كابلات. الفريمليس بقى نبدا بالحاجه ايه بكابلات. يبقى ادي ال 100 هرتز 4250. في عندي اتش بي تاني كذا موديل في الاتش بي، زي مثلا عندي الاتش بي الاي 24 3 اي اللي هي بيبقى لونها سيلفر، 24 بوصه اي بي اس فريمليس، عرضناها في ريلز امبارح، دي عامله 2650. وفي كذا موديل تاني من الشاشات الديل عموما والاتش بي في ال 24 بوصه. عموما اسعارهم عشان بس الفيديو ما يطولش ونعرض كذا حاجه. اسعارهم عموما ال 24 بوصه الاي بي اس الفريمليس ال 60 هرتز معاك من اول 2650 مثلا لغايه 3000 اللي هي 75 هرتز، و4500 اللي هي 100 هرتز. نيجي بقى ننقل على 27 بوصه اي بي اس فريمليس 2 كي. ده كله اللي احنا عرضناه ال 24 فول اتش دي. نيجي بقى لحاجه 2 كي زي الجوجل، دي بي 27 18 اي سي، 27 بوصه بانل ال جي اي بي اس، اس ار جي بي كام 99%. دي 2 كي 2560 في 1440، 60 هرتز. المداخل فيها بقى تايب سي شحن وداتا، فيها اتش دي ام اي 2، وفيها ديسبلاي. دي عامله كام؟ دي عامله 4250 زي ما احنا عاملينها في العرض بدون كابلات، 4250 من غير الكابلات. طيب موديل تاني مثلا في اللينوفو. اللينوفو في عندي كذا موديل. في عندي البي 27 اتش داش 10، وفي عندي البي 27 اتش داش 20، والبي 27 اتش داش 28. يعني في كذا موديل. موديلاتهم عامه ما بين 5500 وعندك 6000 جنيه. يعني البي 27 اتش داش 10 دي عامله 5500 الفرز الاول بالقعده والكابلات، والقواعد بتبقى بالقواعد دي. عندك الداش 20 والداش 28 تبقى عامله 6000 الفرز الاول بالقعده والكابلات. طيب المداخل ايه والمواصفات؟ كلهم بيبقوا نفس الريزوليشن، نفس البانل، 27 بوصه اي بي اس 2560 ريزوليشن في 1440 على 60 فريم. تايب سي، ديسبلاي، اتش دي ام اي. دي بتمشي دي تايب سي وديسبلاي واتش دي ام اي. عندك حاجه ثانيه 2 ال، وفي عندك موديلات من غير تايب سي، بس خليني في التايب سي. تمام. دي الداش 10 بنفس الشكل ده كده هتبقى عامله 5500، انما الداش 20 والداش 28 هتبقى عامله كام؟ هتبقى عامله 6000 جنيه. احنا عندنا ال 2 كي. تمام. يبقى كده قلنا الداش 10
والداش 20 والداش 28 اهو. دي تقريبا الداش 28 ماشي. دي الداش 28. بس انت ما عندكش القواعد دي كلها. لا انت مركب قاعده عشان تصوير، لكن انت عشان هم في قاعده ولا اتنين عشان ما يجيش موجودين اتنين بالظبط. تصور بالقعده دي. القواعد زي ما قلت ووضحت في اول شاشه هتبقى بالقواعد المدوره دي. انا تمام. والله لو عندي دي ما هحوشها. طيب يبقى الداش 28. طب الاختلاف ايه في الداش 28 والداش 10 والداش 20؟ اول حاجه عندك طبعا الدي سي اي بي 3 مع الانتاج مع التايب سي. يعني مثلا 3.1 التايب سي في الفيرجنات الحديثه 3.0 في الداش 10. بعد كده طبعا 3.1 وهكذا. والشحن السريع بيكون كلهم عامه 65 واط. ده بالنسبه للينوفو الداش 10 والداش 20 والداش 28. طب عندك حاجه تاني؟ في بفضل الرحمن موديلات كتير جدا، ولكن في حاجات فردة تاني فمش برضه اعرضها. يعني عندي الجي 5 والجي 4 وعندي الدل الالترا شارب اليو 27 21 اتش اهي برضه تايب سي ديسبلاي اتش دي ام اي. في موديلات كتير جدا. في عندك موديلات دي، في عندك فيوسونيك، ولكن بقول قطعه او قطعتين، وفي حاجات بتبقى فرز تاني، لذلك ما بعرضش من الفرز التاني. ولكن لما بيجي عميل هو شايف الشاشه فيها حته سكريتشايه خفيفه مش باينه، بيقول لك مفيش مشكله انا عايز الموديل ده وسكريتشايه هنا او سكريتشايه هنا، بياخدها فرز تاني بينزل من ثمنها فمش فارق معاه. ولكن ده لازم اكون صريح معاك واقول لك ان ده فرز تاني خفيف، فرز تاني خفيف. على فكره الجي 3 احنا عندنا منها كتير. في كميه. خليك زي ما انت، هجيب لك برضو الجي 3 نعرضها، خليك زي ما انت كده. الجي 3 دي بقى يا صديقي 27 بوصه، نفس الكلام نفس المواصفات. الجي 3 اسمها يو 27 اتش، لا اسف زد 27 يو جي 3. ارقام كتير قوي انا عمال اطلع. دي عامله 6000 الفرز الاول بالقعده والكابلات، برضو 27 بوصه اي بي اس فريمليس 2 كي. المداخل نفس مداخل اللينوفو تايب سي ديسبلاي اتش دي ام اي، ولكن هنا ما فيهاش دي سي اي بي 3. الكويس في شاشات الاتش بي عامه فئه الزد بيكون الديناميك كونتراست بتاعهم 1 على 10 مليون. في موديلات 1 على 5 مليون وفي موديلات 1 على 10 مليون. اللينوفو بيكون 1 على 3 مليون. تمام كده؟ عندي الجي 3 وعندي الجي 1 وعندي كمان الجي 2 75 هرتز. هو برضو اسعارهم كلهم واحده صح؟ 6 الفرز الاول بالقعده والكابلات، سواء اللينوفو داش 20 داش 28 الداش 2 ال، وعندك بسم الله عندك الجي 3 والجي 2 ده كله 6. والجي 4 والجي 4 الجي 4 5500. ليه؟ لان انت كل ده برضو حاجه ثانيه عشان ما ننساهاش 350 شمعه. انما الجي 4 شاشه حديثه وممتازه وفيها تايب سي وشاشه جميله جدا، ولكن المشكله اللي انا دايما بقولها في كل فيديوهات تيجي فيها الجي 4 انها 250 شمعه. لو لقيت واحده يا صديقي انا هصورها. موجود قدامك اهو. طيب عشان بس عايز الحق الم موديلات كده في الفيديو. عندك الجي 4 يا صديقي وعندك الجي 5. الجي 4 بتبقى بالمنظر ده كده، شاشه حديثه وكويسه وتايب سي واصدار حديث 21. بص شاشه بالمنظر ده كده بس 250 شمعه. دي الناس اللي شغاله مثلا حاجات على مكتب، حاجات بيزنس، حاجات وورد، حاجات اكسل، حاجات خفيفه، مش مهتم بالجرافيك قوي، مفيش مشكله. انما ال 350 شمعه بالنسبه للي شغال اديت وجرافيك بيبقى محتاج الوان قويه شويه، الوان واضحه شويه، فبتفرق معاه 250 نتس، 250 شمعه او 350 شمعه. طيب كده خلصنا تقريبا معظم الموديلات ال 27 ال 2 كي. عندك 4 كي موجود. فرز خفيف ولا فرز اول؟ لا خفيف. ال 4 كي فرز فرز خفيف. ال 4 كي هيبقى عندنا ال اتش دي الزد 27 ان نفس المنظر ده. بس نفس المنظر ده نفس الموديل دون، بس في منها النسخه 2 كي وفي منها النسخه ال 4 كي. لحظه واحده اخلي دي هنا. دي جي 5 احنا خلاص عرضناها. بتبقى عندنا كام يا خالد؟ اخر مره كنت منزلها ب 8. 8 كان الفرز الاول. ما انا بقول 8 كان الفرز الاول. يعني الفرز الثاني مثلا فيها سكراتش، فيها مثلا بليدنج، فيها حاجه بتبقى معاك لغايه 7000 جنيه. دي ال 2 كي. لا دي دي ال 4 كي. دي ال 4 كي. ال 4 كي بيكون فيها واحد ديسبلاي، واحد تايب سي، واحد اتش دي. انما ال 2 كي بيكون فيها اثنين ديسبلاي، واحد اتش دي ام اي وواحد دي في اي وواحد تايب سي. النسخه 2 كي 75 فريم، النسخه ال 4 كي 60 فريم، النسخه ال 2 كي 8 بت عمق الوان. معظم اللي انا عرضته في ال 27 بوصه
ده 8 بت عمق الوان. انما النسخه ال 4K من دي بتبقى 10 بت عمق الوان. تمام كده. نيجي بقى ل 30 بوصه 2K. هنيجي لل اتش بي زد 30 اي. تمام. دي اتش بي زد ديسبلاي او زد 30 اي، دي 30 بوصه، البانل بتاعها 2K بدقه 2560 في 1600. طب ليه هي 2K و1600 مش 1440 زي دون؟ لان هنا البانل 16 على 10، البانل كبير شويه، فبيديني بدل 1440 بيزود لي كثافه بيكسل شويه، مخليها لي 1600. نيجي بقى للموديل دون، ده 10 بت عمق الوان. برضو الموديل دون معمول لمحترفين الجرافيك، لمهندسين، لاشعه سونار. شاشه ممتازه في ارقامها دي، يبقى ايس ار جي بي بتاعها 104%، والادوبي ار جي بي 98%. الشاشه دي عامه معروفه من زمان ومشهوره، وفي ناس كتير بتدور عليها بالاسم اتش بي زد 30 اي. الفرز الاول منها بالقعده والكابلات 4.5. انت عندك حاليا فرز تاني ولا فرز اول؟ اللي موجود فرز خفيف. فرز خفيف. الفرز الخفيف يعني ب4 مثلا؟ 4 بضمان 4 شهور تيست استبدال وسنه على البورصه. عشان اقول السعر عشان الناس بتمسك السعر. الفرز الخفيف 4 فرز خفيف، فرز ثاني خفيف، سكريتشايه بصمه خفيفه معاها القعده والكابلات. وضح عشان لو قلت 400 العميل هيقول لك ابو مريم قال 4. فيعني مثلا عرفني بالظبط. من 4 250 ل 4 يعني حسب من 4 الفرز. 250 لو شاشه فيها سكريتشايه خفيفه او ديد بيكسل خفيف هتنزل 250. مظبوط. حاجه اتقل شويه ولا فيها سكراتش ولا فيها حاجه باينه هتنزل كده ب 500 جنيه، صح كده؟ مظبوط. ده عشان بس يبقى انت الفيديو اهو متوضح، بنوضح كل حاجه بالتفصيل. طيب قلنا دي 2K 10 بت 30 بوصه، البانل طبعا LG IPS، البانل هنا كمان AH3 IPS. طيب بعد ال 30 نيجي حاجه 32 4K 10 بت، بس هنا البانل مش IPS، هنا البانل بتاعها SVA. طيب دي ايه؟ دي سامسونج 32 بوصه، دي 4K، ارقام فيها ما شاء الله، شاشه رهيبه، 10 بت عمق الوان، عليها HDR، تايب سي ديسبلاي، فيها 2 تايب سي، فيها ديسبلاي، فيها HDMI، بس خساره ان هي ما فيهاش ساوند. الناس مشغلاها تلفزيون رهيبه في التلفزيون. الموديل اهو، مداخل بالقعده. لحظه يا صديقي. بسم الله. زوايا الرؤيه في كل اللي احنا عرضناه عشان IPS 178. برضو البانل الاس في اي زوايا الرؤيه 178، هشوفها من جميع الاتجاهات. انا عايز بس اخليها كده، الف القعده. والقعده دي كمان صغيره، يعني لو حد عايز قعده اكبر، القعده الاكبر ممكن توفرها له. دي سامسونج 32 4K بانل SVA 10 بت عمق الوان، ودي صناعه مكسيكي، انتاج 2021. 2 تايب سي ديسبلاي، HDMI، والاس ار جي بي فيها 100%. الموديل ده عامل كام؟ الموديل ده عامل 7000 جنيه الفرز الاول بالقعده المتحركه بالكابلات زي ما انا مركب كده، قاعده متحركه. المهم تاخد قاعده متحركه 4 مسمار، وده سعر الفرز الاول. لقيت حاجه فرز تاني زي ما بقول في كل فيديوهاتنا، الفرز التاني سعره بينزل على الفرز الاول حسب السكراتش او حسب الحاجه اللي في الشاشه. دي 32 4K 10 بت بانل SVA عامله 7000 جنيه الفرز الاول بالقاعده المتحركه والكابلات باور و HDMI. نيجي بقى بعد كده عندك 32 4K IPS لينوفو موجوده. عامله كام؟ 9.5. 9.5 ماشي. اللينوفو عامه عشان بس الفيديو كده هيطول جدا. اللينوفو 32 بوصه هتبقى زي كده بالظبط، بس لينوفو نفس الشاشه و10 بت واس ار جي بي 99 وفيها تايب سي وديسبلاي وHDMI، تبقى زي كده بس البراند لينوفو. وبرده بانل LG IPS هتبقى عامله 9500. دي مش IPS عامله 7. البانل الIPS هتبقى عامله 9500 الفرز الاول بالقعده والكابلات. نيجي بقى لاخر حاجه هنختم بيها، الشاشات الكيرف ال 34 بوصه. عندي سامسونج، عندي ديل، عندي فليبس، عندي 4 براندات. دي اللي موجوده فوق بس. الديل عندي فوق، انا لسه مصورها ريلز اصلا دلوقتي قبل الفيديو. طب اشيلها بس عشان اجي كده الناحيه دي. دي 100 هرتز 34 كيرف، برضو بانل SVA مش IPS. عندي موديل واحد فقط لا غير هو اللي موجود IPS، اللي هو ديل الترا شارب يو 34 15 دبليو.
لسه مصوره ريلز حالا قبل الفيديو دون وعرضته، عامله 14000 جنيه، 34 كيرف اي بي اس 2K، وموضح هناك 2K مش 4K. في ناس بتقول عليها 4K، وفي مواقع بتقول عليها 4K، هي مش 4K. الشاشات ال 34 الكيرف كلها 2K، ولكن بدأ بريزوليشن 3440 اللي هو بتاع ال 4K علشان خاطر الشاشه الترا وايد. طالما بتنتهي ب 1440 يبقى الشاشه 2K، لو انتهت معايا ب 2160 يبقى كده 4K. طيب دول فيهم تايب سي ديسبلاي اتش دي ام اي، دي 8 بت مش 10 بت، دي ال 10 بت اهي، عشان سامسونج زي اي براند تاني في موديلات كتير جدا، حرف واحد ما بين موديل وموديل بيديني شاشه ثانيه خالص، فدي 10 بت دي 8 بت. دي عامله كام؟ دي اي براند فيهم ال 34 الكيرف، في اتش بي وفيليبس وفي ديل وسامسونج، 14000 جنيه الفرز الاول، ومش كلهم بالقواعد الاصليه، مش كلهم بالقواعد الاصليه. 14000 بضمان برضو 4 شهور تيست استبدال وسنه على البورده. الشاشه الهديه ونختم بس كده، كانت من نصيب حد اسمه الاستاذه زهير محمد، وهي قالت انا مش هاخد الشاشه، ممكن تحولي ال 1000 جنيه مثلا فودافون كاش، قلت لها ما عنديش مشكله. تمام، ده بالنسبه لشهر 6 اللي فات. شهر 7 باذن الله ممكن الاسبوع اللي جاي باذن الرحمن، او زي ما عملنا في اخر الشهر هنقول برضو مين اللي كسب الشاشه الهديه او ال 1000 جنيه نقدا. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، ونشوفكم باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.